كثير من المشاريع كنشوفوهم كيفتحوا ولكن ما ماشيينش مع العصر في القضيه. دابا نعطيكم مع مثال هو قريب جدا، كتجبر مقهى في طنجه او في تطوان، وغالبا في طنجه لان مدينه محركه اكثر. كتلقى مشروع واحد فتح المقهى او مطعم ب5 المليار، ومي كتشوف ما عملوا لا انستغرام لا فيسبوك، او على عاطي الانستغرام في واحد التليفون اللي نسيبو كيقول له قابل الانستغرام. كيفاش مشروع ب5 المليار؟ هذا المفروض شخص خصو يكون عنده راتب 8000 درهم في الشهر اللي غيكون خاص بالجانب الاعلامي، وخصوصا دابا راه مواقع التواصل الاجتماعي اكثر رجعت من القنوات ورجعت من الاعلام الرسمي، وانما هذا المواقع هادو كانستغرام كفيسبوك كتويتر كيوتيوب. فلهذا هذا الجانب هذا ديال اننا نكونوا منظمين ومتولين مطلوب جدا. ولهذا الكوار ما فايتيناش بان ربي خلقهم عندهم جوج دريوس، انطونيو خالد فحال انطونيو فحال خالد. الفرق انه هما اتخذوا الاسباب، وهذه سنن كونيه اللي خدم يوصل. بحال اليوم واحد كتب لي في الصفحه على واحد الحاجه قال لي قبح الله الفقر، قلت له ايه ولكن قبح الله حتى الكسل. الفقر خصنا باش نحاربوه بالاجتهاد ماشي بالكسل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها وتوكل على الله، يعني التوكل على الله ثم ذلك الاخذ بالاسباب. فاي واحد شفناه في المجتمع ناجح وعنده الزهر اخي اعطاته الايام، انا كيقولوها لي ولكن كنشحط معاهم كنقول له خصك تقرا، ماشي الايام اللي كتعطي التباري، ماشي الايام اللي كتعطي، اللي كيعطيه هو الله ثم بعد ذلك المجهود. كنقول لهم كنشوف شي واحد عامل شي مشروع وكندير له الاشهار اللي عارفين الناس، هو الاشهار بالفلوس، ولكن ماشي دائما، وخصوصا واحد اللي غيكون عنده في المجال الديني كيعتقد انه اي حاجه كيعملها الدال على الخير كفاعله. انا اذا نضت وشجعت السي خالد مثلا وما يكونش الفلوس مثلا عندي اجر. احيانا كيكون شي واحد فتح شي مشروع مطعم كنقول لهم داك الشيء مزيان، كيقولوا لي الناس د التخصص خلينا من اللي نعطيه الكارطون بالكيتشوب ياكلوا ما عنده ذوق. كاين واحد النوع عادي يقول لك واعره بيتزا واعره، هي ما واعره ما والو، علاش؟ ما عندوش الذوق ماكلو عمل له الكارطون بالكيتشوب يقول لك واعر. لا ملي كيشهدوا الناس كيقول لك هذا المحل في بيتزا او هذا المطعم او مقهى السيد قايم بالواجب. تصور كنعمل له الاشهار ما تلاقيت مولاه، ما احيانا عنجرب الماكله وتعجبني نعمل له الاشهار. اشهار شنو هو الشهاده، اما تكون شهاده زور او شهاده حق، وهذه الشهاده عندنا عليها الاجر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. انا ملي غنقول لهم شوف شجعوا السي خالد وكذا، هذا الدال على الخير، يعني كندل الناس على الخير. فنسال الله عز وجل التوفيق للسي خالد.